ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ويا رب تكون بخير. حلقه جديده من حلقاتنا كلام في الكوره. هنتكلم النهارده عن بعض المواضيع الكرويه الهامه اللي حصلت خلال الفتره الاخيره واللي بتحصل خلال الفتره القادمه. تمام. الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نكمل في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. تمام. طيب، هنتكلم النهارده عن صفقه الزمالك محمد حمدان، هنتكلم عن احمد عبد القادر، هنتكلم عن بيرسي تاو، هنتكلم كده عن كام حاجه الزمالك بيعملها النهارده. طبعا ان شاء الله باذن الله اعلان الصفقات لنادي الزمالك هيكون النهارده. في صفقات هيتم اعلانها النهارده، يعني مثلا عندك شيكو بونزا ده ولا شيكو بنزا هيتم اعلانه النهارده. احمد شريف، احمد ربيع، في كام صفقه كده. عمرو ناصر هيتم اعلانهم النهارده ان شاء الله اللي خلصوا بشكل رسمي. ولكن ان انا طالع اتكلم فيه النهارده طبعا ما تنساش الاول تبص كده على الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن مشكله امام عاشور مع الاهلي والعقود والكلام ده كله. ارجع كده تلاقي الفيديو تحت، خش اتفرج عليه عشان فجاه كده الناس كلها بقت بتتكلم، الاعلام الرياضي كله بقى بيتكلم ان في مشكله مع الاهلي وامام عاشور وزيزو والكلام ده كله. طيب، اولا بس انا يعني بما ان انا بقى افتكرته فحابب بس ان انا اتكلم عنه. امبارح نزل في ستوري، نزلت امبارح من احمد. مش هنقول احمد الجان عشان هو بيتضايق دلوقتي، عشان دلوقتي عشان تطلع تنتقد مثلا لعيب كوره لازم تبقى انت معاك عربيه وفيلا. فنزل ستوري جميله جدا فيها معناها ان هو يا جماعه اللي ينتقدني لازم يبقى على قدر مستواي. يعني لما تيجي كده ان انت تنتقد لعيب او تقول له او تتكلم عليه لازم يبقى على قدر المستوى. لازم يكون مثلا معاك فيلا في الرحاب او في مدينتي او في كومباوند مثلا الطوميه هايت، لازم يكون معاك كده حاجه عربيه يبقى شاب بي ام احدث موديل. فلازم تبقى انت على قدر المستوى عشان تقدر تنتقد اي لعيب، يعني انت فاهم، وتتكلم عن اللعيب ده. بس انا عايز بس اقول لك على حاجه، يعني زي ما انت عايز الناس تعاملك بطريقه، ما تنساش اللي انت عملته وان انت خنت اكل عيشك. ما تنساش حاجه زي دي، ما تنساش ان انت خنت اكل عيشك يا احمد. ماشي يا احمد؟ طيب، ده بالنسبه لاحمد عشان احنا مش هنديله اكبر من حجمه يعني بصراحه. طيب، تعال بقى نتكلم عن حامد حمدان. قصه حامد حمدان دي حلوه قوي تتحكي، واللعيب ده لو جه الزمالك هيبقى نقله لخط وسط الزمالك. اللاعب قوي جدا، بيلعب في بتروجيت، بيلعب مركز 6 ومركز 8، بيلعب بالشمال، قوي بدنيا. الراجل لما دخلت بصيت على الارقام بتاعته، لا تستاهل ان انت كنادي تحارب عليه شويه. تمام. طيب، بس في حاجه، لما الزمالك قال ان احنا بنتفاوض على اللعيب فجاه كده بيبو جاله صرم. بيبو كده راح الصرم ايه كله، قال لك طب اجري يا باشا فوض لي اللعيب ده، انا كده كده انا معايا فلوس. معروفه دلوقتي ان هي الكوره خلاص بقت بيزنس، عشان بس يبقى عارف. تمام، الا اذا لو في لعيب عاوز يجي لك فعلا، راجل زملكاوي او هو عاوز يجي لك النادي، فدي بتفرق بقى في الرغبه بتاعت اللاعب. تمام. طيب، حامد حمدان الاول عقده فاضل فيه سنتين. الراجل رغبته الاولى والاخيره ان هو يروح الزمالك. تمام، وقال كده لناس مقربه جدا، يعني ناس مقربه جدا وناس عارفها، قال يا جماعه انا عاوز اروح الزمالك. تمام. طيب، بتروجيت لقى ان في مزاد على اللعيب، ما انا عندي لعيب عليه مزاد، ما انا لازم استفيد برضه. تمام. طيب، ايه اللي حصل؟ بيبو سور كالو راح قال لهم يا جماعه احنا الزمالك عايز في كام جنيه، انا هدفع لكم 10 جنيه. الرقم يخض، انت بتتكلم في اضعاف اضعاف. بس زي ما قلنا رغبه اللاعب هي بتحسم الموقف. تمام. طيب، حامد حمدان قال يا جماعه انا عاوز العب في الزمالك، لان هو الراجل شايف بمنتهى البساطه جدا ان اي لعيب بيحصل عليه مزاد بيروح للنادي التاني ما بيلعبش. ليك في احمد رضا عبره، يعني احمد رضا كان بيلعب في الزمالك بالمناسبه اللي انا سبته. ليك في لعيبه كتيره جدا اعتزلت، فجاه كده اكتشفوا ان هم بيطلعوا في بودكاستات دلوقتي احنا كنا غلطانين، احنا رحنا الاهلي، ده احنا قعدنا دكه ومستوانا قل، لو كنا رحنا الزمالك كنا هنبقى احسن. تمام. طيب، راح بيبو قال لك ايه، انا هاخد اللعيب ده هدفع فيه اللي هو عايزه. بتروجيت الراجل قال لك، الراجل حامد حمدان قال لك لا انا مش انا اللي هروح كده، انا عايز اروح الزمالك. فراح بتروجيت قال له طب خلاص يا عمنا هتروح الزمالك، وعد هروح الزمالك بس على الاقل يكون في تقدير مادي للنادي. قال لهم يا باشا وماله، شوف الزمالك هيدفع فيا كام وممكن يخش في صفقات تبادليه او في صفقه تخش مع المبلغ اللي بتروجيت عايزه، يعني ممكن نديهم لعيب مفيش مشكله، بس طالما الراجل شريك اشتريه. دي نصيحه يعني لاداره الزمالك يعني. تمام. طيب، احمد عبد القادر عاوز يطلع الاهلي، عاوز يطلعه اعاره لسيراميكا ب 25، قال لهم لا 30. ليه يا عمنا؟ قال لك انا عايز اروح الزمالك. بالمناسبه احمد عبد القادر يعني بنسبه كبيره قوي جاي الزمالك، مش هقول لك يا عمي ان هو مضى وان هو عنده رغبه لا، بس احمد عبد القادر بنسبه كبيره قوي في الزمالك. ليه؟ الراجل يا باشا مش عايز اطلع اعارات، انا عايز ابقى لعيب حر. الراجل فاضل تقريبا في عقده سنه، فانا مش عايز يا باشا اطلع اعاره،
انا عاوز انتقل انتقال حر وهلعب في الزمالك وفي جمهور وخلاص بقى، انا اتخنقت من الانديه اللي انا بلعب فيها دي. فالراجل حقه، فخلاص يا باشا الاهلي الفتره الجايه هيعمل ايه مع محمد عبد القادر؟ هيجمده. اقعد، لا انت معايا بقى السنه دي هقدرك السنه دي، مفيش مشكله يا باشا. الراجل في يناير هيمضي فري لاي نادي ويجي لي يا عم الكام شهر دول يقعدهم ويجي لي عادي. تمام تمام. طيب في حكايه حلوه قوي جدا عايز احكيها لكم بسرعه. مصطفى محمد الاهلي كان هيموت ويشتري مصطفى محمد، كان هيموت حرفيا بكل ما اوتي من قوه. نانت كان عايز مبلغ معين 6 أو 7 تقريبا، لا قال لك انا اخر هدفع 3 4، بس حرفيا بيبو كان هيموت على الصفقه دي. جميل. طيب حصل تواصل من احد رجال الاعمال الزملكاويه لمصطفى محمد. يا عم مصطفى هو فعلا في كده 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 حصل؟ قال لهم في مفاوضات حصلت وانا مش هرجع مصر، انا عاوز اكمل احتراف بره. تمام تمام. طيب رجل الاعمال ده قال له يا عم بص، لو الاهلي هيدفع لك مثلا جنيه انا هديك الجنيه ده بس تيجي الزمالك. قال له هو كذلك، انا مش هلعب في مصر غير الزمالك. وده الفرق ما بين ان واحد عاوز شاري النادي او واحد مخلص للنادي، وواحد جربوع. مش هنقول لك جعان يا عم، مش هنقول جعان، وواحد جربوع. تمام، ده الفرق بينهم يعني. جميل. طيب النهارده قلنا الزمالك ان شاء الله هيقدم الصفقات باذن تبقى صفقات مفيده ان شاء الله. ما تنساش الاول تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا ليك وانا بعتذر جدا جدا لو كان في اي تاخير او اي طول.